الطريق بين أكادير والصويرة مقطوع على مستوى وادي تمراغت وسط الجماعة القروية لأوريرة، حيث تهاوت القنطرة القديمة أمام السيول الجارفة لهذا الوادي والناجمة عن التساقطات المطرية الغزيرة التي تواصل هبوطها بجبال مزارده وتنان منذ ليلة أمس. تمراغت جاي حامل بزاف دابا باش تقطع الطريق هذه من الصباح تقريبا. الحديد ما سيديوش حتى الناس ملعوهم باش يدوزوا من الطريق. تمشي يقطعوا دابا هنا الناس ما خصهمش يقطعوا دابا هنا وكاين الخطوره هنا. الناس حتى هما يردوا البال، راه السلطه المحليه كتعطيهم الانذار باش يحيدوا من الطريق ومن الناس سميتو من القندره، راه حيت دابا هي واقفه على بودون. حنا هنايا مسدودين هنا في الطريق وخدامين، انا خدامه غادي لخدمتي يعني وبقيت حاصله هنايا. كنا ديجا في ايميوات الدار فاش دزنا ما كان والو، ولكن فاش رجعنا لقينا السلطات المحليه انهم اتخذوا الاجراءات اللازمه وقطعوا الطريق كاحتياط باش الناس ما يوقع لهم حتى شي حاجه. خطورة عبور القنطرة المتبقية عجل باتخاذ تدابير استباقية منها. القنطرة ديال تمراغت القديمة اللي هي دارت من السبعينات هي اللي تحت، اما القنطرة الجديدة باقي مزيانة وباقي كيدوزوا فيها الناس بالراجلين، غير الطوموبيلات حصرناهم وقفناهم، خفنا ما تطيح الاخرى. ولكن اللي كنطلب من الناس اللي جايين من الصويره يجيو من طريق لوتورود ديال من الصويره لمراكش اكادير، وملي جاي من اكادير يقطع من اكادير لمراكش. وكما توقعت الارصاد الجويه الوطنيه على مستوى جهه سوسمة الصدرعه، فقد شهدت اكادير بمناطقها الخلفيه ولا زالت تهاطل امطار قويه تسببت في امتلاء عدد من الاوديه التي تصب في البحر.